السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض محشي مشكل. عايزه اقول لكم الجو ساقع جدا وعايزين بقى حاجه كده تدفي. يلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين المحشي بتاعنا مفرفر ومستوي وطعمه حكايه. يلا بينا نقول بسم الله. اول حاجه كده هنجيب المتوفر عندك، يعني عندك كرنب اعملي بيه، عندك بقى فلفل، عندك بتنجان. انا كان عندي طبعا ورق عنب كنت مفرزاه معاكم في القناة، فطلعت كده كيس. وكان عندي بتنجان قورته، وبرضو فلفل، عندك كوسة، عندك بصوا اللي متوفر عندك اعملي بيه. طبعا الشتاء يعني كرنب، ما اقولكمش بقى، يعني محشي الكرنب في الشتاء ده يعني حاجة فظيعة. جبت كده الكرومبة، شلت الراس بتاعتها وسخنت المية، خليتها خلاص هتغلي، ونزلت كده بيها على الناحية اللي هي شلنا منها الراس. سبتها كده زي دقيقة ورجعت قلبتها تاني على الناحية التانية، وببدأ ان انا اشيل الورق كده بتاعها ورقة ورقة. يعني ما تحاوليش ان انت تهري الورق وتطلعيه كده على طول في حاجة واسعة جنب بعضه وتهويه، علشان السخونية بتاعة الورق على بعضه ممكن تهريه. تمام. بعد كده بقى بتحضري الخلطة بتاعتك، او الصلصة بتاعتك، او التخديعة، يعني احنا بنقول عليها تخديعة. تمام. في ناس بقى بتقول عليها اسماء تانية، معرفش في الاماكن او في المحافظات التانية بيقولوا عليها ايه. خلصنا كده سلق الكرنب. هنجيب بقى بصلتين كبار ونقطعهم او نضربهم في الكبة براحتك، يعني اللي انتي عايزاه اعمليه. انا قطعتهم كده تقطيع عادية خالص بالسكينة، وجبت كده اي مادة دهنية انتي حباها. ساعات انا بحط دهنة، ساعات بحط زيت على سمنة. سمنة بس، يعني المتوفر عندي بستخدمه. تمام. نزلت كده بالبصل ودبلته لحد لما لونه اتغير معايا. انا عايزة لونه يتغير كده زي ما انتوا شايفين ويدبل خالص. تمام. ما يتحمرش بس يدبل. عايزة تحطي بقى فصين توم كمان حطي، انا ما حطيتش توم. كان عندي صلصة كده انا كنت مفرزاها، طلعت كيس ونزلت بيه على البصل بتاعي بعد ما دبل. وهنبهر بقى التخديعة بتاعتنا، نحط كده فلفل اسود، رشة من السبع بهارات، رشة من الملح، رشة من البابريكا، رشة من الشطة. اي بهارات تانية انتي حباها، مثلا كمون، كزبرة، اي حاجة تانية حطيها. تمام. اي توابل انتي بتحبي تضيفيها ضيفيها، يعني كل النكهات دي بتبقى راجعة لذوقك انتي. تمام. هنا هنقطع كده. طبعا التخديعة كده استوت معايا، لان اصلا الصلصة كانت مسبكة فمش هتاخد وقت خالص معايا. لو انت عندك طماطم فريش اعملي بيها مفيش مشكلة. هنا بقطع كده العروق، وببدأ ان انا اقطع الورق بتاع الكرنب بعد ما برد. شايفين تقطيعته سهلة جدا، برصه كده فوق بعضه علشان يبقى جاهز معايا على اللف على طول. تمام. غسلت الرز بتاعي وغسلت الخضرة وقطعتها كزبرة وشبت، وقلبت كده الرز والخضرة والتخديعة بتاعتنا. وببدأ ان انا بقى الف الكرنب بتاعي، او اي طبعا محشي. انا زي ما قلتلك اي حاجة انت حابة تحطيها مفيش اي مشكلة خالص. حابة تعمليه كله كرنب بيبقى طعمه جميل جدا. عايزة تحطي كرنب مع ورق خاص، ورق لفت، بيبقى طعمه حكاية. تمام. كل الانواع طعمها حلو جدا. بصوا بقى انا هنا كده الفلفل يا بنات انا بملاه على الاخر. تمام. الفلفل بالذات بملاه على الاخر، علشان لو انتي سبتي فيه اي حاجة مهوية كده هتبصي تلاقيه فاضي معاكي، مش زي البتنجان. تمام. كان عندي زي ما قلت لكم كده ورق عنب طلعته، حشيت برضو منه ايه شوية. شايفين طريقته سهلة جدا، بنقفل كده من ناحيتين ونلف كده الصوابع بتاعتنا. انا بعمل على فكرة على ايدي، بس بعمل معاكم كده كام واحد علشان تشوفوا بس يعني ايه الطريقة. لكن انا بقعد كده في الارض واخد بقى الصينية بتاعة الرز ديت، واقعد كده احشي في قلب الايه يعني وانا قاعدة في الارض. بصوا بقى هنا البتنجان بتاعنا بنحشيه وبنسيب فيه زي نص عقلة كده من فوق، ما تحشوش قوي علشان يعني الرز بتاعك ما يقعش ويعجن معاكي في الحلة.
تمام. رصيت كده كل المحشي بتاعي في قلب الحلة، وما كانش عندي شوربة فعملت شوربة كده كدابة، شوية مية ومعلقة سمنة وشوية توابل كده في قلب المية، وسبتهم يغلوا وحطيت عليهم رشة ملح. ظبطت الملح كده، وهنبدأ بقى ان احنا نزود المحشي بتاعنا. بنزود اهم حاجة في تزويد المحشي، لو البتنجان ما تخليهوش يعني المية تزيد عن النص بتاع البتنجانة، اللي هو الكرنب بقى وورق العنب. المية او الشوربة بتاعتك تكون واصلة للصف القبل الاخير. تمام، الصف القبل الاخير او الرصة القبل الاخيرة. شايفين المية بتاعتي او الشوربة واصلة لحد نص البتنجان ومش باينة اصلا من الصف الاخراني خالص. اول ما بيغلي بياخد غلوتين 3، وبعد كده ببدأ ان انا اهدي النار. اول ما بحس ان هو بدأ خلاص، يعني ان هو قرب ينشف شوية، بهدي النار اخليها كده ايه متوسطة، وبعد كده بهدي خالص زي الشمعة كده لحد لما يستوي معايا. طبعا قبل ما بنطفي عليه بنتأكد ان هو استوى كويس. بعد ما بيستوي بنسيبه بقى في قلب الحلة زي 10 دقايق كده كمان، علشان الصوابع تمسك نفسها، عشان لو غرفتيه وهو لسه سخن كده مولع ولسه مطفيه عليه، المحشي بيتفرفط منك كده وبيتبهدل. تمام. ده المحشي بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، واعملوا لي كده مشاركة مع اصدقائكم، واعملوا لي كده سبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة.